الخرجة الإعلامية الأسطورية للسيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطنطازة بن عمي في شمال إفريقيا، في دول شمال إفريقيا، وخاصة الهوكستانيين. الطنطازة بن عمي المشاهدة بالملايين لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. خرجة كانت خرجة أرسلت الكثير من الرسائل هوك رسائل مشفرة، لا من القناة المصرية ولا من المراسل المصري لإعلام المصري الليل، ولا كذلك من رئيس الجامعة الملكية المغربية. رئيس غير الجلسة تعطيك يعني واحد الثقة، السيد كيفاش ثايق في نفسه، واحد الثقة في الكلام، في الأجوبة، في الرد، أسلوب، في اللغة، في الحوار، سيد فخامة، ثقة في النفس، اللهم بارك صراحة. الأجوبة كان يعطي أجوبة والله العظيم رؤساء الدول ما كيعرفوش يتكلموا بحال فوزي القجع. كيف كان يرد على الإعلامي بكل سلاسة وطلاقة وبلاغة وفصاحة. هذا رئيس الجامعة فقط وليس رئيس دولة، هذا رئيس الجامعة. كان يرد ويعرف كيف يحاور الآخر أفضل من رئيس دولة. رئيس دولة قال في المؤتمر الصحفي في يوم الشغل، عيد الشغل، قال لهم أنا اللي يخرج الصرف أنا نضربه بالحجار. رئيس دولة كيقول أنا نضرب بالحجار، هذا رئيس دولة يضرب بالحجار. ايش تعلم من القجع؟ ايش تعلم كيفاش الناس كتحاور وكيفاش غير الجلوس، كيفاش جلس، ما وكاش غير كرسي هكا، لا قرب هكا ورجليه في الارض، ما عملش رجل على رجل، لان ما كاينش ديك التكبر والغرور والغطرسه والى غير ذلك. والاعلامي اصلا جالس هكذا لان علاش؟ لانه هو يطرح الاسئله، ضروري ما يكونش جالس هكا. شوف الاسئله كيفاش طرحات وكيفاش كان كيجاوب على الاسئله بكل هدوء وبكل اناقه وبكل ثقه في النفس، لان السيد مثقف ابن عمي، مثقف، سيد مثقف اقتصاديا لغويا سياسيا رياضيا جميع المجالات. كيف كان يرد على الاسئله برزق افريقيا. هذا الرجل يذكرني تماما برئيس ريال مدريد، رجل داهية ظاهرة في اقتصاد. كيف يدير شؤون ريال مدريد؟ هكذا فوزي القجع في إفريقيا، كيف يدير شؤون الكرة المغربية. لأن الكرة المغربية قبل فوزي القجع كانت تعيش فسادا وكانت تعيش عشوائية، وكرة كانت في الأسفل في الحضيض. لكن بعد فوزي القجع انقلبت كل شيء. اسمعوا فوزي القجع. الأهلي أفضل فريق داخل القارة الأفريقية. نعم. أكيد. المنتخب المغربي أفضل منتخب داخل القارة الأفريقية. نعم. أكيد. وليد الركراكي أفضل مدير فني داخل القارة الأفريقية. نعم. نادي الزمالك هو المرشح الأول للكونفدرالية الأفريقية. بين المرشح فوزي القجع هو أفضل رئيس اتحاد كرة قدم على المستوى العربي والأفريقي. يا سيدي مين أفضل؟ هناك أفضل أن أقول بأنني أنتمي إلى مجموعة من الرؤساء هي التي تقوم بعمل أفضل داخل هذه المنتديات. أشكر حضرتك على وقتك. هيا ابن عمي، واش الأهلي المصري أفضل فريق في إفريقيا؟ نعم، هذا ما يحتاج أصلا. ريال مدريد في أوروبا والأهلي المصري في إفريقيا، أحب من أحب وكره من كره. الفريق الأكثر تتويجا، أكثر تألقا في كل شيء في جميع الأهلي أفضل فريق. نعم. المنتخب المغربي أفضل منتخب في إفريقيا. نعم. المركز الرابع، رابع العالم. وليد أفضل مدرب. نعم. الزمالك مرشح، نعم، من بين المرشحين، لأن هناك نهضة بركان وهناك الزمالك. قد يفوز الزمالك وقد يفوز بركان لأنهم مرشحين. ما دام فاز وصل إلى النهائي إلا أنه مرشح بقوة. هل فوزي القجع أفضل رئيس؟ لا نعم. شوف التواضع، شوف التواضع. واش أنت الأفضل؟ قال له لا أنا ماشي الأفضل، إنما أنا من بين الافضل، من بين افضل الناس اللي كيقوموا بالعمل ديالهم. يعني انا كنشتغل على ارض الواقع، كنشتغل من اجل الوطن ديالي، كنشتغل من اجل الانديه ديالي، من اجل الكره المغربيه قدر المستطاع. وسولوا علاش انت ما كتدافعش على راسك؟
علاش انت ما كتدافعش على فوز القجاع؟ كيقولوا كيدخل في التحكيم وكيدخل كذا وكيدخل. قال لهم انا ما عمري في حياتي ولا في تاريخ الاتحاد الافريقي كان هناك مغربي مسؤول عن لجنه التحكيم، ولا في التاريخ. قال لهم حتى بلغنا الحاكم الدولي اللي حكم نهائي كاس العالم 98 ما داروش الاتحاد الافريقي، ما داروش مسؤول على على لجنه الحكام. يعني تصور معي حكم مغربي افريقي حكم نهائي كاس العالم والاتحاد الافريقي ما داروش رئيس لجنه التحكيم او مسؤول في لجنه التحكيم. وما داروش، يعني لم يسبق في التاريخ، لم تحدث في التاريخ ان كان مغربي مسؤول على لجنه التحكيم. قال لهم باش نكون انا مسؤول على لجنه التحكيم، قال لهم لو كنت انا مسؤول، لو كان غير بركان فازت بالدوري المغربي. يعني ثقافه التحكيم او ثقافه الدخول في شؤون الحكام كانت غادي تبدا من الدوري المغربي. يعني بركان الفريق ديالو نشأ فيها وكل شيء ديالو فيها، يعني هي اللي قدمته للعالم. نهضة بركان هي اللي قدمت فوز القجاع للعالم. يعني اللي كان فاز بالدوري مع بركان وثم غادي يبقى مع الحكام ويروح لافريقيا عاود يمشي عند الحكام. لا السيد قال له هذا ماشي التخصص ديالي يا ابنان، انا عمري ما دخلت في الحكام. قالوا لو كنت دخلت في الحكام لو كانت بركان دات الدوري المغربي ولا كان المنتخب الوطني المغربي فاز بكأس افريقيا. ونحن المنتخب الاكثر تضررا من الحكام، والانديه المغربيه كانت الاكثر تضررا من الحكام. وخاصه الكل يتذكر نهائي كاس نهائي الشامبيونز ليج بين الوداد والترجي. الوداد خسرت النهائي بالحكم امام الترجي. أين هو التدخل؟ أين هي سلطة الحكام والكولسة والجوسسة؟ هوك هذوك الهوكاويين الجوسسة وفوزي القجاع الاتحاد الافريقي اختطف والى غير ذلك. أين هو فوزي القجاع من هنا؟ لكان الترجي خاسر النهائي، لكن الترجي فاز بالنهائي، فاز بالحكام والعالم أجمع يعلم ذلك. المنتخب المغربي أقسم بكأس العالم بالحكم. هناك ضربتي جزاء أمام فرنسا لكننا خسرنا المباراة. وقال له لماذا أنت لا تدافع على نفسك؟ علاش ما كتدافعش على راسك فاش كيتهموك هذو الجوسة سوا؟ قال له أنا ما عنديش الوقت لهذاك الشيء، ما عنديش الوقت للهضرة بلا بلا بلا. أنا كنشتغل على الكرة ديالي وكنشتغل من أجل الأندية ديالي وكنشتغل من أجل المنتخب ديالي وما مساليليش داق العمل والسكت. يعني أنا ما مساليش لهاد الهضرة هذه وما مساليش لهاد الصداع هذا كامل. خليهم يهضروا انا كنشتغل، انا خدام. هيا نعم سولوه على دوري ابطال افريقيا بين الوداد والاهلي. المباراه كانت من مباراه واحده، ولماذا؟ المباراه كانت في الدار البيضاء وما كانش في ملعب محايد. قال لهم احنا الاتحاد المغربي والاتحاد السنغالي، قال لهم لجنه الاتحاد الافريقي طلبت ان تكون المباراه من مباراه واحده، وانا قدمت الترشيح والسنغال قدموا الترشيح ومصر لم تتقدم. قال لهم انا كرئيس واش بغيتوني نمشي نطلب الاتحاد المصري يجي يقدم الطلب للنهائي؟ ما يمكنش، انا كندافع على الانديه ديالي. قال لهم انا قدمت، من بعد تقدمنا بجوج السنغال والمغرب، ومن بعد الوداد طلعت والاهلي طلع لافينال ولعبنا حنا في كازا. كيفاش بغيتوني انا فاش تاهلت الوداد وتاهل الاهلي نقول للوداد لا سمحوا لي راه هذا النهائي ما يمكنش يكون هنا، غنمشي نلعبوه بلاصه امبوسيبل، ما يمكنش. ولكن المصريين انا متاكد أن المصريين غيروا وجهة النظر تجاه هذا الرجل. كانوا يشتمونه ويكرهونه، ولا متأكد الآن 90% من الجمهور المصري وعلى وجه الخصوص الجمهور الأهلاوي غير نظرته تجاه هذا الرجل، لأن هذا الرجل يحب مصر ويحب الشعب المصري الشقيق. وقال عندما أتت بعثة الأهلي إلى المغرب لكأس العالم للأندية، أنا رحت من الرباط إلى طنجة على وجه الخصوص إلى الأهلي، إلى بعثة الأهلي وإلى فندق الأهلي، وقدمت لهم كل الدعم وكل المساعدة ورحبت بهم وقدمت لهم كل ما يحتاجون. ثم أنا جعلت وأنا رشحت رئيس ودعمت رئيس الأهلي محمود الخطيب ليكون رئيسا للجمعية فروق إفريقيا. أنا اللي دعمت الرئيس، وأنا رشحت مصر لاستضافة كأس إفريقيا 2019. يعني أنا من دعمت مصر وأنا من طرحت الفكرة على الرئيس الاتحاد المصري ودعمته. إذا كنت أنا أكره مصر فلماذا سأقدم كل هذا الدعم وكل هذا الحب؟ هل الفكرة وصلت للجمهور
المصري يجب أن نتفق أن هذا الرجل هو أفضل رئيس في تاريخ المنتخب المغربي، هو أفضل رئيس في تاريخ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الرجل له صيت عالمي جدا، رجل قل نظيره حقا. العمل الدق والسكات، وقال لهم الاتحاد الافريقي يحتاج للكثير من التطور والكثير من العمل والكثير من الجهد، وانا افعل كل شيء من اجل تحسين الكره المغربيه والكره الافريقيه. يعني الرجل وزع الكثير من الهدايا والكثير من الرسائل هنا وهناك على اصحاب الكولسه والجوسسه وكذلك على الشعب المصري. سلام عليكم.